اهلا وسهلا ومرحبا بكم معي في قناة عالم مريم للطبخ اللي قناتكم كاملين. شكرا لكم بزاف لدعمكم ليا، وما تنساونيش بلي لايك وتفعيل الجرس وبارطاج في مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائدة على الجميع. اليوم جيت نشارك معكم حليوة المفلحة ديال الكاوكاو، غنية عن التعريف ومحبوبة الجماهير ومحبوبة المغاربة، معلكة بواحد الطريقة خطيرة وما نقولش لكم المذاق ديالها كيجي خطير. طريقه ديال التفلاح جديده ومدارجه في الاسواق المغربيه وفي عند الحلويات وعند الباتيسريات. غندوزو دابا باش غادي نحضروا المقادير اللي بسيطه، ما كتحتاجش بزاف ديال المقادير. عندي هنايا الطحين وعندي الزبده 150 غرام ديال الزبده. بالنسبه للطحين عندي نص كيلو ديال الطحين، في معلقه ديال السكر كلاصي، وعندي واحد الرشه ديال الملحه ضروري، وغادي ندير هنايا الماء الزهر والماء. خلطت ما بين الماء الزهر، درت نص كاس ديال الماء الزهر، والشي الاخر غادي نزيدو ماء، وغادي الزبده من بعد ما ذوبتها غادي نرمل هذا العجين جيدا. بالنسبه للزبده انا استعملت غير زبده مارغرين، لا تحتاج لزبده حيوانيه، واللي بغى المذاق راه غادي يضيف زبده حيوانيه. المهم كيبقى داكشي اختياري. المهم العجين ديالها كتجي رطبه وبنينه. صافي هنا غادي نرمل هاد العجين جيدا بالاطراف ديال الاصابع ديالي باش نحصلوا على واحد الخلط. يعني العجين كتجي هشه وكتجي مرمله من الداخل. شوفوا الطريقه كيفاش غندير ليها. كنبقى مستمره حتى كندخل الزبده كاع في الحبيبات ديال الطحين الابيض. بالنسبه للطحين نستعملوا شي طحين ديال الحلويات يكون نوعيه جيده. صافي هنا غادي نبدا نضيف الماء ديال الزهر، وغادي نكمل بالماء ديال سيد الروبيني. المهم غادي نعجن هذا العجين جيدا يعني نعجنوه. هنا من بعد ما تلمت ليا العجين ديالي، شوفوا راه كتكون قاصحه، يعني ما تجريوهاش الاخوان والاخوات، تكون العجين قاصحه كيف ما كتشاهدوا. راه الفيديو شارح نفسه، راه قاصحه العجين. مع غادي تطلق، غنديروها في البلاستيك وغادي تطلق معانا، والا كانت جاريه راه غتعذبنا في الخدمه. صافي غادي نحيدها وغنحطها فوق طاوله العمل. غادي نديها ونجيبها هكا بالكف ديالي باش كتعجن مزيان وكتنسجم الزبده مزيان مع جميع الطحين. شوفوا راه العجين قاصح، كنأكد على هذه القضيه. كنديها هكا. صافي هنا غادي نجيب واحد البلاستيك غذائي وغادي نحتفظ بها. دابا الحال بارد ما كتحتاجش الثلاجه، ولكن الا كان الصيف ضروري نديروها في الثلاجه. تقريبا واحد 10 دقائق صافي نرجعوا ليها ونبداو نخدموا فيها. انا في البلاصه غادي نبدا نخدم فيها. غادي ندوز دابا العقده ديال الكاوكاو. بالنسبه للكاوكاو انا استعملت الكاوكاو البلدي المنقي. المهم لا ما وريتكمش كيفاش الطريقه. المهم كاوكاو البلدي عندي نص كيلو، غادي نديرو في الفران، غادي نحمرو، ما نحرقوش، غير يتحمر. غادي هكا نفركو بين يديا، نحيد ليه داك القشره ديالو، ونحتفظ بالحبه ديال الكاوكاو نقيه. غادي نديه عند العطار اولا نطحنو في الدار. نص كيلو ديال الكاوكاو مع ربعه ديال السكر سنيده. من بعد ما طحنتو كيتعلق، كيجي على هذا الشكل، كيجي معلق. درت هنا معلقه ديال القرفه، وغادي ندير ساشيه ديال الزهر. ما ديروش الزهر يعني الماء، نستعملوا غير ساشيه ديال الزهر. الا درتوا الماء راه ما غاديش يطلق لكم ليدام. غادي ندير واحد الطريقه ديال الملحه، ضروري الملحه في هذه العقده ديال الكاوكاو. اللي بغى طحنو في الدار طحنو، تبقى طحن بشويه بشويه حتى كيتعلق ويطلق داك الزيت ديالو. كاوكاو ضروري يطلق الزيت. انا كندي عند العطار حدايا كيطحنوا ليا حتى كيولي عقده هكا. صراحه كيجي ساهل في الدار، شويه كيعذب. الا كانت عندك الماكينه الكبيره راه طحنوا لك ساهل ديك الكوكوط اللي ولات دابا دارجه. انا كنطحنو عند العطار، ما كنحتاجش نبقى نطحن في الدار. صافي هنا غادي ندعك ديك القرفه والزا، يعني الساشيه ديال الزا زهر، غندلكو مزيان.
صراحه هاد العقده هادي ديال الكاوكاو صراحه بنينه تاكلوها غير هكا، لا داعيه للعجينه وداكشي. كتجي بنينه صراحه. المهم كنبقى ندلك فيها هكا حتى كنحصل على الطوع اللي بغيت انا. المهم ضروري تكون يعني طيها باش نخدموها كيف ما بغينا حنا. المهم هذه هي لا باز اللي عطيتكم. بالنسبه اللي استعمل كاوكاو الرومي، ضروري داك المنقي ضروري يغسلو عادي يحمروا في الفران. كنأكد على هذه القضيه باش كيتحيد منه هذاك سميتو. بالنسبه للكاوكاو البلدي راه هو صراحه هاد الحلوه هذه ديال الكاوكاو كتبغي الكاوكاو البلدي. هنا العجين من بعد ما ارتاحت وترخفت ليا صافي غادي نورق، ناخذ واحد طريف منها غادي نبدا نورقها. غنسرحها في الوراقه اللي معروفه، غادي نسرحها النوبه الاولى وغادي نعاود ثاني باش تدلك ليا العجين بهذه الطريقه. غادي نعاود ثاني نديرها في الوراقه. من بعد ما خرجتها من الوراقه غادي نقطع الجوانب ديالها باش تجيني مقاده الحلوه ما تعذبنيش. صافي هنايا كنحط العقده ديال الكاوكاو. شوفوا انا راه يعني كديروا بها باش هذاك الشيء اللي بغيتو. المهم نحاولوا يعني البودان ديال الكاوكاو يكون شويه غليظ. انا هنا مع دغيا صافي كندير نلوي البودان ديالي هكا. صافي غادي نسودي بواحد شويه ديال الماء، اصبع ديالي في الماء وكندوز بهذا الشكل غير باش تسودا ليا باش ما تبقاش تحل معايا. صافي ما كنحاولش نرققها، يعني خاصها تكون شويه غليظه باش تجي الحلوه هكا هماويه كيف ما كتشاهدوا. المهم هنايا غادي نجيب واحد زيزوار يعني حاد يكون جديد. هنا راه كنحاول باش كنقرب الكاميرا باش غنوريكم التفليحات اللي غادي نفلح. كنبدا نشرط هكا عشوائي. كيف ما كتشاهدوا كنشرط عشوائي، والتشريطات يكونوا هكا حدا بعضياتهم وعشوائيين بحال هاد الطريقه. كتجي بحال شكل جذع ديال الشجره. كنحاولوا نعطيو هذاك التشريطات بحال الجذع ديال الشجره. صافي هنا كندير انا مهم عيني ميزاني كندير صباع وكنقطع كنضغط عليها بهاد الطريقه باش كتفلح معايا وكتعطيني داك الديكوراسيون اللي كتشوفوا فيه دابا. ضروري نبرك عليها بالاصبع ديالي بهاد الطريقه. صافي غادي نحاول نديرها في اللاطه. غادي نعاود معكم بودان اخر كنحاول نبرك عليها من الجوانب، يعني كنقرص عليها كنضغط عليها مزيان. انا غادي نعاود معكم بودان اخر. كنحط العقده ديال الكاوكاو، كنحاول لا جاني شي بلاصه فيها كاوكاو شويه كنعاود نزيد طريف ديال الكاوكاو هكا العقده. صافي كنلوي العجين، ما نكثروش العجين غير نلويو ونسدو. صافي على هذا الشكل كندير ايدي في الماء غير واحد شويه باش كيتسد معايا داك البودان. صافي كنحاول نعطيه شكل مستوي. كنبدا نشرط هكا بالزيزوار. انا تقلت معكم وقطعتش الفيديو باش تشاهدوا الطريقه ديال التشراط كيفاش كيجي الشكل ديالها. صراحه ساهله ما خداتش مني بزاف ديال الوقت، تقريبا ربع ساعه كملتها، ما خداتش مني بزاف وساهله. بالنسبه للحلويات في الدقيقه 90 صراحه ساهله وبنينه وكنحصلوا على واحد النتيجه زوينه. كنميلوا الموس هكا كيف ما كتشاهدوا وكنقرص يعني كنضغط. هذا هو الشكل ديالها. صافي كنخليوها تقريبا نشوف واحد 10 دقائق. كنشعلوا الفران ديال الغاز. العافيه مهيله كتشمع معنا الحلوه، كتحصلوا على واحد اللون غتشاهدوا معايا في الفيديو واحد اللون ذهبي. صافي هنا غندخلها الفران. هنا من بعد ما خرجت من الفران شوفوا كيفاش كتجي كتعاود تفلح. هذوك الفلحات في الفران كتجي خطيره البنات. كنتمنى منكم تجربوها لان صراحه بنينه. الى فيديو اخر ان شاء الله. نتمنى منكم تدعموا القناه وما تنسونيش بلي لايك والتعليق وتفعيل الجرس. الى فيديو اخر ان شاء الله. باي باي.